والله العظيم بجد هتندم ندم عمرك لو ما خصصتش جزء من فلوسك على الاقل تستثمره جوه البورصه. البورصه اداه استثماريه فيها مميزات كتير قوي مش موجوده في الادوات التانية. اول حاجه عندك التنوع، ان انت ممكن تستثمر في كذا مجال مش مجال واحد بس. انت عندك التجاره والادويه والصناعه والتجزئه وكل المجالات اللي ممكن تتخيلها، وكمان مجالات انت ما كنتش تسمع عنها قبل كده موجوده جوه البورصه وتقدر تستثمر فيها. يعني لو كان نفسك تفتح مشروع معين لكن ما معكش راس المال الكفايه، ممكن على الاقل تشتري حصه بسيطه من مشروع تاني. الميزه التانيه هي السيوله العاليه. انت ممكن بكره الصبح تبيع الاسهم بتاعتك عادي سواء كسبانه او خسرانه، وتاخد السيوله اللي انت عايزها فورا وقت ما تحتاجها، بعكس مثلا العقارات سواء كسبانه او خسرانه البيع بتاعها تقيل وممكن ياخد لشهور وسنين. مع ميزه السيوله العاليه دي بقى برضو انت عندك اصل استثماري ممكن يدر عليك عوائد. يعني في اسهم كتير قوي في البورصه بتوزع ارباح سنويه ونص سنويه على المستثمرين بتوعها. يعني معاك اصل بيزيد زي العقار لكن سيولته عاليه، وكمان بيوزع لك ارباح زي الايجار بتاع العقار ده. غير ان ارباح الشركات دي ممكن تعدي اي نوع استثمار تاني، لان في شركات بتعدي ارباح ال 600 وال 700% خلال سنه واحده بس. مش سهله ان هي تحصل معاك لكن بتحصل.